برامج المقالب، مقالب سخيفة. مساء الخير، ازيكم؟ حلقة جديدة من برنامج رمضان. بمناسبة البرامج اللي بتتذاع في رمضان وهي برامج المقالب، واللي في منها برنامج قعد لسنين طويلة موجود معانا لسنين طويلة. عايزين بس نقول حاجة واحدة، احنا بنتكلم عن التنمر، مش عايزين الناس تتنمر على بعض. بنتكلم عن الأخلاق، وإن الناس في بعض الأخلاق بقت أخلاقها سيئة، وإن بدأ ينتشر سوء الخلق وبدأ. بنتكلم عن التنمر والتحرش وإلى آخره. طب يا جماعة، هما الولاد بيتعلموا الكلام ده منين؟ مش من المقالب السخيفة؟ مش من البرامج اللي كلها انفعالات سلبية وكلها هزار غير لائق والكلام ده كله؟ طيب، احنا بعد كده نرجع نقول لا والله اصل الولاد وبيعملوا والشباب وبقى بيعمل، وفين الرجالة وفين تربية الرجالة؟ ونقول لا ده تغليظ العقوبات والضرب من يد بالحديد وكلام طويل عريض. وبعدين بننسى نراجع هم بيشوفوا ايه، وخصوصا في الشهر الكريم. يعني المفروض في شهر زي ده نتكلم فيه عن الفضائل، نتكلم فيه عن الفضيلة، مش نتكلم فيه عن المقالب السخيفة ونعمل مقالب سخيفة ونعرض الناس لانفعالات بايخة ممكن تعرضهم لخطر صحي، وكمان نقل من قيمتهم ونقل من كرامتهم ونقول اصل احنا كنا بنهزر. ده مش هزار، دي سخافة. والمفروض القائمين على الكلام ده يسيبوهم بقى من حجم المشاهدات اللي هم بيتكلموا عليه، ويسيبوهم بقى من حكاية ان لو مش عاجبك غير المحطة وغير القناة، ويبتدوا يعملوا برامج هزارها مش هزار سخيف. اه انت ممكن تعمل برامج للمتعة وللهزار، بس مش بالاسلوب ده. واتمنى ان ده يحصل، واتمنى ان احنا ما يبقاش في ولادنا متنمرين ولا متحرشين، ويبقى في برامج زي ما كنا في أيام زمان، في أيام التسعينات في بداية الألفينات، كان في برامج لطيفة وخفيفة وبتيجي في رمضان، وكانت بتعلم قيمة، ولو ما بتعلمش قيمة وبتدي ترفيه، أهي والله بتدي ترفيه بدون إساءة لأي أشخاص، أو الحط من كرامتهم، أو آه، إنها تصدر سلوك غير لائق. وأشوفكم على خير وحلقة جديدة من برنامج. سلام عليكم.